أنزل قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة والأرض الله واسعة إنما يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب. أيها المسلمون إنما لطف الله تبارك وتعالى ورحمته بخلقه أن يفهم سبل الخيرات لتتوالى عليه الفضائل والبركات وزادهم عطاء وإن من نعيم الله العظيم وضياء الكريمة أن قد كان بأيام نزداد فيها قربا وشغلا وطاعة وذكرا تضاعف فيها الحسنات وترفع فيها الدرجات. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا أيام العشر والأيام العشر مقصود في الحديث العشر أوائل من ذي الحجة. قد أقسم الله تبارك وتعالى أوقات عظيمة أنها اجتمعت قال سبحانه والفجر وليالي العصر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجة. فقد أقسم الله تبارك وتعالى بأوقات عظيمة أنها اجتمعت أمهات العبادات من صلاة وصيام وحج وصدقات خيرها من أعمال البر والطاعات. فاحرصوا يا عباد الله على ذكر ربكم جل جلاله وتقلبوا إليه بصالح أعمالكم. نسأل الله أن يوفقنا لطاعته وطاعة محمد صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وبسنة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم.